مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. معكم أنا ندى إبراهيم، أقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. انفجار قنبلة على طريق الحزام بقابشلو. المجلس الوطني الكردي يدين منع وفد العلاقات الخارجية من العبور إلى إقليم كردستان. اليونان تبدأ بتوزيع المهاجرين الوافدين إليها على دول الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، إليكم التفاصيل. قال مسؤول في حاجز القوات الجوهرية المقام على طريق الحزام قرب معبر نسيبين من الناحية الغربية أن الصوت الذي سمع مساء أمس في مدينة قامشلو ما هو إلا عبارة عن قنبلة صوتية ألقيت من قبل مجهولين لاذوا بعدها بالفرار. وأضاف المسؤول لصحيفة بوير بريس أن عناصرنا رصدت حركة سيارة على طريق الحزام بين مفرق دوار عثمان صبري ودوار معبر نسيبين في مفرق مدرسة صبوح آزاد، والتي تبعد عن الحزام حوالي 100 متر، وهي بعيدة عن المربع الأمني وتقع في حي معظمهم من الكرد والمكون المسيحي. وفي الوقت الذي خففت السيارة من سرعتها سمع صوت انفجار قوي، فهرعت العناصر لاستكشاف الأمر، وبالتزامن مع صوت الانفجار ومحاولة العناصر الإلحاق بالسيارة التي اتجهت إلى دوار معبر نسيبين، شهدت سيارة أخرى هونداي من الطرف الثاني متجهة صوب دوار الهلالية، لكنها دخلت الحي قبل بلوغ الدوار. وتابع المسؤول لبوير بريس أنه لم يتسنى للعناصر اللحاق بها ومعرفة مرتكب هذه العملية والغاية منها. وجدير بالذكر أن المكان الذي ألقيت فيه القنبلة يبعد عن دوار معبر نسيبين، والذي أقيم فيه حاجز لقوات النظام حوالي 500 متر، وكذلك عن حاجز القوات الجوهرية التابعة للإدارة الذاتية أيضا حوالي 5 أمتار. أصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا تصريحا حول منع رئيس المجلس ووفد من لجنة العلاقات الخارجية في المجلس من عبور معبر سيمالكا يوم الثلاثاء. وجاء في التصريح الذي صدر مساء أمس إن منع وفد لجنة العلاقات الخارجية من المرور إلى إقليم كردستان للتواصل مع الجهات الدولية لتبيان وجهة نظر المجلس من الحل في سوريا يعتبر من الممارسات غير المسؤولة. وطالب المجلس في تصريحه حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي بالكف عن هذه الممارسات والعمل على توفير المناخات الإيجابية التي من شأنها تعزيز الثقة والعمل المشترك. أعلنت الحكومة اليونانية أمس الثلاثاء عن نيتها بدء تطبيق آلية توزيع اللاجئين الوافدين إلى أراضيها على سائر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، وغالبيتهم من السوريين والعراقيين، وذلك تطبيقا للاتفاقيات المبرمة. ويتجه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى مطار أثينا للقاء الدفعة الأولى المكونة من 30 لاجئا سيغادرون العاصمة إلى لوكسمبورغ، كما سيحضر إلى المطار المفوض الأوروبي للهجرة اليوناني الجنسية ديمتريس أفراموبولوس ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز ووزير خارجية لوكسمبورغ وفقا لبيان للمفوضية. وينص مخطط أقره الاتحاد الأوروبي على إعادة توزيع حوالي 160 ألف طالب لجوء، بينهم 66 ألفا دخلوا عبر اليونان، على دول الاتحاد اعتبارا من مراكز الاستقبال الأساسية التي يتم فيها تسجيل هوياتهم ودخولهم في إيطاليا واليونان. ويصل يوميا آلاف اللاجئين إلى هذه الجزيرة انطلاقا من السواحل التركية القريبة. كما ولقي 80 لاجئا على الأقل، بينهم عدد كبير من الأطفال، مصرعهم في الأسبوع الفائت مقابل سواحل ليسبوس وغيرها من جزر اليونان نتيجة حوادث غرق ناجمة، خصوصا عن سوء الأحوال الجوية.
أعرب محمد يازرباشي قائد جيش الإسلام الذي يحارب ضمن المعارضة السورية عن رغبته في التحرك بالتعاون مع تركيا لمواجهة التهديد المشترك الذي يمثله حزب الاتحاد الديمقراطي. وقال يازرباشي في حوار مع الأناضول أن لتركيا دور تاريخي في سوريا وننتظر منها أن تقوم بهذا الدور، ولذلك سنتحرك معها في مواجهة حزب الاتحاد الديمقراطي. وأضاف إن المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إنشاءها ستمثل متنفسا لحلب، معتبرا إياها مطلبا للشعب السوري. كشف الإعلامي اللبناني ناصر قنديل والمعروف بقربه من نظام الأسد عن معلومات تعتبر خطيرة جدا حصلت في اجتماع فيينا حول الملف السوري. وحسب ما كشف قنديل على حسابه الرسمي بموقع تويتر ونقلا عن مصادر من المعارضة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استسلم لنتائج اجتماع فيينا وبقاء بشار الأسد في رئاسة سوريا، وذلك مقابل هذا الاستسلام تم منح أردوغان الفوز بأصوات فتح الله جولان والتي تشكل 10% من الناخبين منعوا أصواتهم عنه في حزيران، وتوزعت حينها على الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي، فأفرج عن معتقلي جولان وتصالح مع مناصريه ووعدهم بحقائب وزارية بضمانة أمريكية. مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. شكرا لحسن استماعكم.